الطريق يا صديقي بيوضح وانت ماشي فيه، مش وانت واقف في اوله. يعني عمرك ما بنظرك كده هتشوف اخر الطريق ده فيه ايه. الموضوع هيبقى صعب جدا حتى لو قعدت تسأل. كل واحد ليه تجربة مختلفة تماما. بقولك الكلام ده ليه؟ بقولك الكلام ده عشان الناس اللي بتسأل ابدا برمجه ازاي بيكون عايز يجيب الرود ماب كلها، يعني عايز لحد ما يخلص هو هيذاكر ايه بالملي. مع ان هو لو قعد الوقت ده بدأ بلغة البرمجة اللي هي كده كده كلنا متفقين في الكوميونتي بتاع المبرمجين ان اول خطوة لحضرتك هي لغة البرمجة والاوبجكت اورينتد بروجرامنج. دي فاندامنتالز، حاجات بيزك ايا كان هتتخصص ايه. حتى لو هتتخصص اي اي، يعني لو هتروح في مجال الاي اي فانت كده كده هتذاكر لغة برمجة وتفهمها كويس جدا ايا كان هي ايه لغة البرمجة دي. بايثون بقى، دارت، كوتلين، ايا كان ابدأ بأي لغة برمجة والاوبجكت اورينتد بروجرامنج، وانت في الرحلة هتشوف بعينيك اللي بعد كده ايه. فما تفضلش واقف في اول الطريق عشان تجيب الرود ماب بالكامل. مفيش حد هيقول لك تعالى اديك رود ماب بالكامل. لو انا قلت لك الرود ماب بالكامل هتحبط وتقعد كده ايه ده، هو انا هذاكر كل ده؟ لا، انت امشي باول ستيب. اول ستيب عندنا لغه البرمجه والاوبجكت اورينتد بروجرامنج، يبقى اقعد اذاكر لغه البرمجه والاوبجكت اورينتد بروجرامنج. بعد ما اخلص يا صديقي هبدا اشوف الايه النكست ستيب بتاعتي هتكون عامله ازاي. وبالتوفيق يا صديقي.